كان هناك موظف في متجر إلكترونيات يعمل كمبيعات. في يوم من الأيام دخلت امرأة إلى المحل وطلبت شراء تلفزيون كبير الحجم. بينما كان الموظف يقوم بتجهيز الفاتورة وإعداد الطلب، قررت المرأة الاستفسار عن وظيفة جميع الأزرار والميزات المختلفة للتلفزيون الذي كانت تشتريه. فجأة عندما قام الموظف بشرح واحدة من الميزات، قامت المرأة بالضغط على زر بشكل مفاجئ بقوة عالية، وبدلا من أن تظهر وظيفة الميزة المطلوبة، تنبعث من التلفزيون نوع من الأصوات الغريبة والصوت المشوش، ثم بدأت الشاشة في الوميض بشكل غير طبيعي. استغرب الموظف وحاول إيقاف الصوت واستعادة الشاشة إلى حالتها الطبيعية، ولكن كل محاولاته باءت بالفشل. بدأ العملاء الآخرين في المحل يلتفون حولهم ويتساءلون عما يحدث. في حين أصبح الصوت المشوش والوميض أكثر شدة، بدأ الموظف في الاعتذار بشكل متكرر للمرأة وللعملاء الآخرين الذين كانوا يشهدون هذا المشهد الغريب. في النهاية قرر الموظف إيقاف التلفزيون وفصله عن مصدر الطاقة، وعندما قام بتوصيله مرة أخرى عاد الجهاز إلى وضعه الطبيعي، واختفت الأصوات الغريبة والوميض. كان الموظف مذهولا، والعملاء الآخرون كانوا يضحكون بصوت عال من هذه الموقف الطريف. هذه هي مجرد قصة غريبة قد تحدث في المحلات، وتظهر كيف يمكن أن يواجه الموظفون مواقف غير متوقعة ومضحكة في عملهم اليومي.